الإنسان يسعى للغنى، كلنا يكره الفقر بلا استثناء، ولا أحد في الوجود يحب الفقر، بل نحارب الفقر. أنت لماذا تسعى للعمل؟ لماذا تتعب؟ لماذا تستيقظ من الصباح حتى المساء؟ من أجل أن تهرب من الفقر ولكي لا تمد يديك لأحد. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: يكفي بالمال نعمة أنه يغنيك عن الناس. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: يكفي بالمال نعمة أنه يغنيك عن الناس. هذه بحد ذاتها نعمة. لهذا أنت تسعى للغنى وتتجنب الفقر، بل قالها علي رضي الله تعالى عنه وقال: لو كان الفقر رجلا لقتلته، وهو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لهذا بما أننا نهرب من الفقر إلى الغنى ونحاول دائما أن نستغني بالمال وأن نجمع المال حتى لا نحتاج أحدا بإذن الكبير المتعال، النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا وبشرنا فقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في بدنه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. تصور، معافى عنده قوت يوم فقط، يوم واحد، واضح؟ ثم قال آمنا، أسألك بالله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. سؤال لك: هل أنت الآن تملك قوت يومك؟ تقول لا. أكثر، يومان أكثر، ثلاث أكثر، شهر ربما أكثر. كيف إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام جعل مقدار النعيم أن تملك قوت يوم؟ هذا مقدار النعيم عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كلنا يسعى للغنى، وشرع لنا الإسلام امتلاك الأموال وأسباب امتلاك الأموال بشرط ما أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا من أسماء الله الحسنى ألا وهو المغني. ما معنى المغني؟ المغني الذي يغني عباده وييسر لهم الرزق وأسباب الرزق. تعال معي منذ بداية وجودك على وجه الأرض، تعال معي منذ بداية نفخ الروح. الله عز وجل مغني. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال لنا؟ قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه. أليس كذلك؟ تعال معي في أول يوم نفخ فيك الروح، من كان يطعمك وأنت في رحم أمك؟ من الذي أغناك بالطعام؟ رب العباد. لا تظن، بعض الناس يحصر المغني في العملة النقدية، يقول: اللهم اغنني يا مغني. ماذا يغنيك يا أخي؟ أن أصبح مليونيرا. يعني هل هذا هو الغنى؟ الغنى ليس هذا. صحتك غنى، عينك الذي تبصر بها هذه غنى، سمعك هذا غنى. لهذا أنت وأنت في رحم أمك في أول يوم نفخ فيه الروح، من الذي أغناك بالطعام أي وفر لك أسباب الطعام؟ أوليس رب العباد؟ اتفقنا، خرجت، أغناك الله عز وجل شانه بالحواس الخمس ومعافى وخرجت من رحم أمك. من الذي أغناك سبحانه وتعالى بأن تأخذ طعامك من أمك ومن ثدي الوالدة ثم مدك بالحليب سبحانه وتعالى حتى قوي عودك وقوي عظمك؟ من الذي ألهمك ومن الذي أطعمك ومن الذي أغناك بهذا؟ أليس رب العباد؟ اتفقنا على هذا؟ اتفقنا. سؤال آخر: بما أن الله عز وجل شانه هو المغني وأنت طفل كنت لا تسعى للعمل من أجل أن تأكل وتشرب، سخر الله عز وجل شانه لك من؟ الأب، يعمل ويكد من أجلك، وفر لك وجود أب، وغيرك يولد ولا يعلم من أبوه، وغيرك يولد وأبوه قد مات، وغيرك يولد وأبوه لا يعلمه. هكذا بعض الناس، وأنت لله الحمد ولدت وتعلم من هو الوالد، وينفق عليك وأنت صغير تلعب وتلهو ولا تبالي بأتعاب الدنيا ومشقاتها. إذن من الذي أغناك بأبيك؟ أوليس رب العباد؟ اتفقنا على هذا. كبر سنك لله الحمد، ثم أصبحت بعد ذلك كبيرا وذهبت للجامعة وفتح الله عليك وتخرجت من الجامعة. من الذي أغناك بوظيفة؟ أوليس رب العباد؟ من الذي وسع لك أبواب الرزق؟ أوليس رب العباد؟ حتى فتحت بيتا وتزوجت. من الذي أغناك بالولد؟ أليس رب العباد جل وعز؟ إذن هو المغني سبحانه وتعالى. الأعجب من هذا والأفضل من هذا، لما أنت تعلم أن الله عز وجل شانه هو المغني، لا نقول للرزاق، لأنه ربما يعطيك الكفاف سبحانه وتعالى، لكن يعطيك الغنى بمعنى زيادة على رزقك وزيادة. لهذا أنت غني رغم أنفك. ربما أنت تتساءل تقول: كيف أنا غني يا شيخ وأنا لا أملك سيارة وأنا لا أملك بيت وأنا الآن لا أملك إلا 100 درهم، فكيف تقول عني غني؟ كيف تقول عني يا شيخ أنا غني وغيري كذا وكذا؟
تعال معي وعلى رسلك واسمع مني. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في أول الحلقة؟ من أصبح معافا في بدنه. أنت معافى؟ تقول نعم الحمد لله معافى. آمنا في سربه، أنت في دولة آمنة؟ نعم في دولة آمنة لله الحمد. عنده قوت يومه، قوت اليوم طعام، عندك قوت اليوم؟ نعم، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إذن أنت غني. لهذا ربما تقول إذا أنا غني من الفقير؟ من المسكين؟ قال أهل العلم رحمهم الله المسكين من لا يملك قوت يومه، المسكين من لا يملك قوت يومه. لهذا أنت غني. من الذي أغناك؟ المغني سبحانه وتعالى. لهذا وجب عليك أن تقول الحمد لله اللهم أغنني بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك، وبطاعتك عن معصيتك.